أحمل في قلبي حلما، ما أجمل حلمي والله. سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء والقلب السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف دايرين؟ كيف احوالكم؟ كلشي مزيان؟ انا فرحانه اليوم حين تقدر نحط لكم واحد لا فيديو اخرى زوينه بزاف وغادي تستافدوا منها بزاف. الا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تبخلش عليا بواحد زر الاشتراك وتعليق زوين من عندك تيفرحني. وإلا كنتي كذلك اول مره كتشوف القناه ديالي غادي تلقى الانستغرام ديالي في صندوق الوصف اللي كنجاوب فيه على جميع الرسائل ديالكم اللي عندها علاقه بالاسئله الخاصه بالقناه. انا ماشي طبيب ماشي كوتش، ولكن كنتقاسم معكم تجربتي الشخصيه وكنساعدكم في الطريق الصحيح كيفاش تتعامل مع الدواء او لا شنو هما الاشياء اللي كتوقع لك وخاصك تواصل مع الطبيب ديالك. هادشي اللي كنقدم فقط، ما كنعطي ادويه، ما كنرخص الادويه، ما كنقص الجرعات، ما تنحدد الجرعات بتاتا. فقط كنعاونكم على حسب لي كونسلطاسيون ديالي اللي كنت كندير مع البسيكياتر ديالي. الحمد لله انا راه ما خجلاناش من هذا الشيء. العلاج النفسي راه ولا امر عادي، كلشي الناس مرض بالمرض النفسي، غير اللي حشمان منه وما باغيش يتعالج. راه كل فرد ضروري كتلقى فيه مشكل نفسي اللي هو ما كيعتبروش مرض او لا خلل نفسي للاسف، وما تيخممش انه يتعالج. كيجيه الامر عادي، ما كيستحقش انه يمشي عند الطبيب، ولكن هذا الشيء كيتراكم حتى لواحد النهار وتيولي مرض اللي هو صعيب فعلا انه يتعالج. لا فيديو ديال اليوم غادي جبت لكم واحد الموضوع اللي كيجيوني عليه بزاف ديال التعاليق. التعاليق اش غنقول لكم، للاسف ما كيعجبونيش صراحه، اللي هما شحال من واحد فيكم كيبغي يقطع الدواء النفسي او اللي ينقص الجرعات. ديجا كنت هضرت على الا قطعتي الدواء النفسي كيجوك اعراض انسحابيه وما الى ذلك، ولكن اليوم لا فيديو ديال اليوم بغيت نهضر على الا نقصتي غير الجرعه كيرجعوا الاعراض. هذا هو السوجي ديال اليوم، موضوع ديال اليوم، وبغيت نهضر فيه مزيان ونتعمق فيه حيت كيجوني عليه بزاف الاسئله، وبغيتكم كاملين تدخلوا لهاد لا فيديو هذه وتتبعوها حتى الاخير. راه فيها ما يفيد وفيها جميع الاسئله اللي بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديالها. الوغ الاسئله اللي كتجيني بزاف هي لبنى تنقصوا الجرعه ديال هاد الدواء ولا هاد الدواء وكيرجعوا لينا الاعراض. انا في هذه الحاله هذه تنقول لك راه ما كيعنيش انك الا نقصتي الجرعه وجاوك الاعراض انك ما بريتيش او لا ما كاينش في التحسن او لا ما غاديش تشافى او لا العلاج النفسي مجرد ضياع لي الوقت. للاسف كنقرا بزاف ديال لي كومونتير كتقولوا لي لبنى راه العلاج النفسي كيعالج غير كيهدئ مي ما كيعالجش المشكل. لا 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 لا، غلط ثم غلط ثم غلط. العلاج النفسي راه كنقول لكم ماشي هو دواء سحري باش انه يعالج لكم المشكل في دقه واحده او لا في رمشه عين، غير هو تيبغي الوقت على حسب الحاله وفين وصلت. كيبغي الوقت، كيبغي المده، كيبغي طبيب ذكي وممتاز، كيبغي جرعات محدده، كيبغي الانسان يحترم الادويه ديالو وياخذها في مواعيد وبالجرعات اللي قال ليه الطبيب باش انه يتعالج. شحال من مريض نفسي تعالج ولكن كاين اللي خدا الدواء 5 سنين 6 سنين 7 سنين. شكون هما الناس اللي ما تعالجوش وخداو الدواء 7 سنين 8 سنين ما كيتبعوش ما كيكملوش، كيقطعوا الدواء كيمشي عند طبيب اخر ما غاديش في واحد الطريق مقاده مزيانه. يعني هاد الطبيب مزيان غادي معايا مزيان نبقى معاه مزيان، ولو ان هذاك الدواء ديالو في الاول ما عطانيش منافع، ولكن راه هو باقي ما طاحش في الدواء المناسب ليا. نتوما لا هاد الطبيب ما عطانيش الدواء مزيان كتمشي تبدلو كتمشي عند طبيب اخر هاد الدواء ما عطانيش، هنا ما غاديش تعالج، ما يمكنش غادي تعالج. كمل مع واحد الطبيب هو درس الحاله ديالك في عوض تمشي تاني عند واحد تبدا تاني زيرو تبدا من جديد. هنا كدير مشاكل راسك وكتضيع فلوسك وكتعرقل حتى الوقت
ديال العلاج ديالك. الوغ عافاكم اي واحد نقص الجرعه ديال الدواء ورجعوا ليه الاعراض، راه ماشي ما تعالجش ولا ما كيتعالج، يعاود يرجع الجرعه ديالو باستشاره الطبيب اكيد. وهذا الشيء اللي غيقول ليه الطبيب اللي تنقول لك، كيف ما غادي يشوف الطبيب الحاله عاودات رجعت كما هي، غادي يقول ليه غادي نرجعوا للدواء ديالنا كيف ما كنا. اكيد غادي يشدك الاحباط وغادي تقول انا ما تعالجتش، هادشي غير كنضيع الوقت، غير قطعته ولا غير نقصت الجرعه ورجعت كيف ما كنت. شويه ديال الصبر، عافاكم شويه ديال الصبر، والله حتى تعالج غادي تعالج، ولكن يجي شويه ديال الصبر. غنعطيك مثال فيا انا كنت كناخذ سيلونطرا، بديت بنص حبه وبقات الطبيبه كتعطيني كتزيد ليا في الجرعات حتى وصلت 2 حبات في النهار. كنشربهم في الصباح وكنشربهم في الليل، وحده في الصباح وحده في الليل. مع العلم هي قالت لي تقدري تشربي 2 دقه وحده، يعني 2 حبات الافوا. انا ما كنبغيش، كنت هضرت لكم هادشي على الفيديو الاخير، عندي مشكل مع الادويه النفسيه، كنحسن نقسمهم باش ما يوقعوش ليا شي اعراض اللي هي قاصحه. ولكن الان الحمد لله من بعد ما الطبيبه بدات كتنقص ليا الجرعات، بداو كيجيوني الاعراض، كتعاود ترجع ليا الجرعه كي كانت. 3 شهور اخرى كتنقص ليا الجرعه، كتعاود ترجع ليا الاعراض، عاوتاني كتخلي ليا الجرعه القديمه، سير هكا حتى نقصت ليا دابا حبه كامله وما رجعوش الاعراض بتاتا. يعني الجسم ديالي الحمد لله تقبل انني نشرب حبه وحده في النهار. كان الجسم ديالي ما كيستجب للعلاج الا ما شربتش 2 حبات، دابا الجسم ديالي استجب كيشرب حبه وحده وما كاينينش اعراض وما رجعوش اعراض جانبيه ابدا. هنا الميساج اللي بغيت نقول لك، راه ماشي نقصتي الجرعه ورجعوا لك الاعراض ما كاينش العلاج، غير شي شويه ديال الصبر. نقصتي الجرعه غادي تعاود ترجع عند الطبيب ديالك، الا رجع لك الاعراض اكيد غادي يرجع لك الجرعه اللي كانت عندك من قبل، وغادي تبقى في هذاك الموقف سير حتى النهار اللي كتاب وتشوف امتى قدرتي تنقص الجرعه وما يرجعوش الاعراض. لان الطبيب ما كيضربش الفال او اللي كيعلم الغيب، الطبيب حتى هو كيتيستي، كيشوف خدينا العلاج 9 شهور ولا 10 شهور، انا نقصوا الربع نشوف واش كاين التحسن. كنقصوا الربع كانوا الاعراض مزيان، ما بان حتى شي مشكل، تيقول الطبيب الحمد لله راه كاين تحسن في هذا الدواء. تيبقى تاني واحد المده باش ينقص لك الجرعه. شاف هذاك الربع اللي نقص ورجعتي حالتك حاله عاوتاني ومرض، تيقول لك ماشي مشكل، راه ما غاديش تطوق في الدنيا ولا ما تشافيش، ولا كتخمم في ديك 9 شهور ولا عام اللي شربتي فيها الدواء مشات غير في الزيرو. راه ما مشاتش في الزيرو، راه العلاج راه كاين، غير شي شويه الصبر وشي شويه ديال الوقت كترجع للجرعه ديالك. للاسف كاينين دي كومونتير تيهضروا تيقولوا للناس راه الادويه غير اوهام غير مسكنات. الله يجازيكم بخير. حنا بغينا ميساجات يكونوا ايجابيين، ما بغيتش انا تبداو تلوحوا من الايجابيه ديال المرضى ابدا. الله يجازيكم بخير. كونوا مع هاد الناس بوزيتيف، يعني ما كاينلاش راه الادويه النفسيه مجرد اوهام او الادويه النفسيه مجرد مهدئات. لا، مهدئات ليك انت حيت انت ما تبعتيش مع الطبيب واحد الفتره، وحيت انت خربقتي في الدواء، او لا انت وحيت انتيا كتبدلي من طبيب لطبيب بغيتي واحد العلاج ماجيك او لا سحري انك تاخدي واحد الدواء وتعالجي فيت في وما تقبلتيش لفتره العلاج. انا كمريضه بمرض نفسي كناخذ هذا الدواء وبقيت مع الطبيب ديالي وما بدلتوش، وكنمشي في لي رونديفو ديالي وكنشرب الدواء ديالي، واخا ما يكونش عندي فلوس ناخذو في لا فارماسي ولا نتسلف ونجيب هذاك الدواء وتنبقى في لي رونديفو ديالي وفي الدواء ديالي ستريكت مع العلاج ديالي باش وصلت لهاد النتيجه هذه. ولكن انتوما تقولوا لي زعما في العلاج مزيانين وما كاينش تحسن، ما غاديش ما غيتقبلهاش ليا العقل ديالي، اكيد ما غيتقبلهاش ليا، حيت اكيد كاينين شي حوايج تما ماشي هما هادوك.
يا اما قلت لكم كتخربقوا في الدواء، يا اما مره تشربوه مره ما تشربوش، يا اما ما كتمشيوش للمواعيد ديالكم، يا اما كتبدلوا لي ميدسان بزاف، يا اما ما عندكمش الصبر. هادشي كلشي غيكون اكيد في فتره العلاج ديالكم. انا الحمد لله راه قلت لكم دابا كنشرب حبه وحده وعندي غونديفو مع الطبيبه ديالي في شهر 2، وان شاء الله متاكده غادي تنقص ليا الجرعه، حيت صافا الحمد لله صافا الاعراض مشاو واكيد غادي تنقص ليا الجرعه ديال سيلونطرا شويه بشويه حتى غادي نلقى راسي بخير بلا سيلونطرا. وانا هادشي اللي كنتمنى. ان شاء الله غادي يجي واحد النهار في القناه ديال لبنى علم النفس وغادي نقول لكم راني وليت بخير وما كنشرب حتى شي دواء. ان شاء الله هاد لا فيديو عما قريب غادي نحطها، حيت انا فريمون كنحس براسي غدا مزيان في الصحه ديالي، غاديه مزيان. انا ماشي نكذب عليكم شي حاجه ما كايناش في العلاج النفسي ونقول لكم راه كاينه، ما نكذبش عليكم، تنقول لكم غير الصراحه. وللاسف كيجوني كذلك تعاليق ديال ما فيكمش الصبر، العلاج ما عطاش المنافع ديالو، بغيت نقطع هاد الدواء، قالوا لي الجيران، قالوا لي هادو راه كتعداو على نفوسكم وما كتعطيوش الوقت لراسكم باش انكم تعالجوا. الله يجازيكم بخير. انا راه تنطلبكم بحال كنطلب راسي، حيت كنقول لكم غير شي شويه ديال الصبر، راه ان شاء الله غادي تعالجوا، ان شاء الله غادي تكونوا بخير وعلى خير. غير واصل مع الطبيب ديالك، خذ الدواء ديالك في الوقت، ما تسمتش الهضره ديال الناس. الهضره ديال الناس عطيو بها الابتسام، ما تبقاوش تصنتوا ليها راه غتخرج عليكم. راه لو انني تسنت لهضره الناس راه كون لقيتوني انا باقي دابا مكتئبه ومريضه وحالتي حاله، ولكن الحمد لله هضره ديال الناس كندخلها من هنا وكنخرجها من هنا، وما حدي متبعه مع طبيبه جيده وممتازه وذكيه وكتعرف شنو كدير. الهضره ديال الناس كلها ما عندي ما ندير بها. مادام كنمشي كنخلص فلوسي عند الطبيبه اللي قاريه هادشي، علاش غنتصنت لهضره الناس؟ كلشي الناس كيبغيو يكونوا علماء واطباء وهذا من هذا وهذا من هذا. ديك الهضره حيدوا ديك الهضره، ما تبقاوش تصنتوا بحال دوك الميساجات. وعافاكم الميساجات اللي كتقول للناس ما تشربوش الادويه، راه غادي نبدا نمسحكم في الكومونتير، حيت انا ضد هاد الهضره هادي وكتخرجوا على الناس بزاف بهاد الميساجات هادو. ويجي شي واحد فيكم يقول راه هو خدا الدواء سنين وزعما بانتظام وهذا وما عطاش المفعول، راه ما يمكنش هاد الهضره اللي كتقول، ما عدا الا كاين شي حاجه اخرى تما ولا تشخيص غلط او لا شي تخربيق تما ماشي هو هذاك. كنتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم فاتكم. المهم خلاصه القول في هاد لا فيديو هادي اللي بغيت نوصلها لكم، وهي ولو تنقص الجرعه ويرجعوا لك الاعراض راه ماشي معناته انك ما كتعالجش، راك كتعالج، غير مازال ما وصلش الوقت المناسب باش انك تنقص هذيك الجرعه ولو تحت اشراف الطبيب. ولو قالها لك الطبيب راه اكيد ملي غادي ترجع لعندو غادي يقول لك راه خصنا نرجعوا للجرعه القديمه. وبغيت الناس اللي طاحوا في بحال هذه المواقف الله يجازيكم بخير قولوها في لي كومونتير باش الناس اللي بحالكم يقراو هاد التعاليق ويستافدوا من هاد المشاكل هادو، حيت انا هادو كنعتبرهم اخطاء ما بغيتكمش تطيحوا فيهم. ولو انني درت بالهضره ديال الناس حتى انا يقولوا لي ها انت غير قطعتي الدواء ولا نقصتي ورجعوا لك الاعراض، راه عارفه راسي غادي نبرع، انا متيقنه ان شاء الله غادي نبرع. الوغ هادوك الادويه تيخدموا المواد الكيميائيه اللي كيفرز لينا الدماغ على واحد الفتره هادوك الادويه هما اللي كيخدموهم، ولكن غير كنقصوا الجرعه. ويمتى غادي نعرفوا راسنا تحسنا؟ ملي غنوقفوا هذيك الجرعه ويبقى الدماغ ديالنا تيفرزها، يعني ما وقفش الدماغ ديالنا من افراز دوك المواد الكيميائيه، يعني هنا راه ولا الجسم ديالك تيخدم بوحدو، يعني ما محتاجش لواحد الجرعه كبيره باش يخدم، ولا ما محتاجش غيمشي حتى لواحد الوقت ما غيحتاجش باقي الادويه باش غادي يخدم، غادي يولي يخدم تلقائي، نشطيه حركتي حيدتي منه الخمول حيدتي منه بزاف ديال الخلل اللي كان فيه غادي يولي يخدم طبيعي. فهمتوا؟ المهم هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ونتمنى تعجبكم وتستافدوا منها. واي سؤال دخلوا عندي الانستغرام غتلقاو في صندوق الوصف، كنجاوب على جميع الميساجات. عافاكم مكالمات لا احترموا هذه الملاحظه هذه،
وحتى بالنسبه للحجامه اللي بغى يعرف على المركز او لا صفحات المركز غيلقاوهم في لي فيديو اللي فاتوا، ما غاديش باقي نحطهم في هاد لي فيديو جداد، غتلقاوهم في لي فيديو القدام. وشكرا لكم.